السلام عليكم. كنت بتسألوا على صيانة ال5000 للسكوتر الكي واي أو كل الحاجات المشابهة ال 200 سي سي العادية اللي هي مش تبريد مية. تمام، هوريكم كده الحاجات الأساسية اللي أنت المفروض تشيك عليها مع الفني أو المركز وتتابع معايا يعني اللي حصل فيه. بص كده، المفروض بيفتح علبة الفلتر بتاعت الهواء، تمام، وبيشيك على الفلتر، ما بيتنضفش فلتر هواء، ما بيتنضفش فلتر هواء، بيتغير، وبيشوف مجموعه السي في تي، بيفتح الفاريتور اللي جوه، بيشوف بكر السحب اللي هنا، وبيشوف السير اذا كان ناشف، اذا كان مقطوع، اذا كان في اي مشكله بتغير برضو. تمام، التيل بتاع الفرامل، التيل بتاع الفرامل اللي جوه هنا برضو بيشيك عليه، عشان لو سمعت صفاره سمعت حاجه ما يبوظلكش الديسك نفسه. بيشيك لك هنا على المسامير بتاعت الحاجات دي كلها. تمام، بيشيك لك على التيل الامامي. تمام، بيشوف المساعدين مسربه زيت، فيها خبطه، فيها حكه، فيها حاجه. تمام، بيقيس لك البطاريه من جوه، المفروض بيقيس لك فولت البطاريه هنا. تمام، لو البطاريه بتاعتك عملت حاجه او الساعه هنا خرفت رجعت اصفار، تبقى عارف برضو ان كده ممكن البطاريه شحنها مش مظبوط، برضو تشيك. تمام، يراجع لك على الجدون كده لو تقيل معاك او مش بيحدف معاك، ساعتها البليه بتاعت الفرش بتتغير، في بليه تحت هنا لازم تغيرها برضو. تمام، بيغير لك الزيت بتاع الفتيس لو انت ما غيرتوش من اول مره، وبيغير لك الزيت بتاع الموتور. ويفضل تقيس زيت الموتور اول ما تنزله، يعني قيس الكميه بتاعته عشان تعرف اذا كان بيقل ولا لا. اصل انت هتعرف منين ان هو بيقل؟ ما تقوليش المقاس، لا، ما هو ممكن ان في ناس ما تعرفش المقاس، انت قيسه احسن لك. لو هتعرف تقيس من المقاس وتبقى متاكد من العلامه تمام، مش هتعرف خليه هو كده يحطه لك في الازازه اللي بينزل لك منها الزيت، ويقيس الزيت اللي نازل منه قد ايه او اي فارغ عنده من الفوارغ. وتشيك على الخراطيم بتاعه الكربيراتير اذا كان فيها حاجه مش شققه او مقطوعه او فيها مشكله. البوجيه نفسه في كربون كتير، في حاجه تعرف ساعتها ان الكربيراتير بيرمي بنزين زياده، فخليه يظبط لك الهواء. كل الحاجات دي هتبان معاك في صيانه ال5000، وتتاكد ان كل حاجه في السكوتر سليمه، مفيش رنه، مفيش ونه، ما بتسمعش طقطقه، ما بتسمعش تكتكه. الطقطقه اللي بتسمعها من الجاك مان دي بتاعت الحراره عادي، ما فيهاش فيها اي مشكله. تمام، وهقول تاني، مشكله المساعدين حسب الوزن وحسب كل واحد ومشيه. انا عندي وزني 100 كيلو، وبيبقى راكب معايا واحد تاني، فقرصت على السوسته شويه عشان نقدر تشيل الوزن، فالدنيا تمام، ما فيهاش مشكله. دي حاجه كده شبه الياهات او الكويل بتاع العربيه، بتعلي وتوطي زي ما انت عايز انت تتحكم فيه. موضوع كابل السرعه احنا قلنا بيتقطع ويتعمل. موضوع النور العالي، في ناس بتجيب الزرار في النص عادي، ما فيهوش فيه اي مشكله. الزرار اللي بيعلي الاضاءه، اللي هو بتخليه عالي او بترجعه للوضع التاني اللي هو يفضل مولع والناس كلها تمشي معاك في الشارع تقول لك النور شغال او مولع، لا عادي، هاته في النص. بس هو انت بتقلل عمر الزرار ده بيبقى ليه عدد حركات. تمام، بس احنا الفكره كلها انت بتحاول تريح دماغك. يعني انا واحد من الناس ما بحبش العب في الضفيره، وما بحبش العب في سلك، زي ما هي كده بستخدمها عادي مفيش مشكله، فكل واحد وراحته النفسيه. انا بجيبه في النص، ان انا ما شاء الله يعني هنا اسكندريه النور كويس والفوجات شغاله على طول، فما بعملش بيه حاجه، او بمعنى اصح مش فارق معايا عالي او واطي. تمام، تاني حاجه كنت عايز اتكلم عليها، الاكسلراتير في خلال ال5000 دول عملهم معايا مرتين، وفي الاخر اكتشفت الموضوع بالصدفه. يعني الموضوع كله ان الكابل بتاع الاكسلراتير اللي هو البنزين مبوش شويه. لو جيت كده فكيت تحت الكرسي بتاعك في 4 مسامير كده، لو جيت تفكهم هتلاقي الكربيراتير تحت، وفي كابل ماشي من الاكسلراتير بتاع البنزين لحد تحت خالص لحد الكربيراتير. في كابل لو مسكت الكابل ده الاكسلراتير ولقيته كده في سن بوش او هزه، اعرف كده ان الكابل ده من تحت الصامونه بتاعته مفكوكه، ده يعمل لك المشاكل كلها.
وبحط بنزين 95 وما عمليش اي مشاكل من ساعه ما جبته من الزيرو، وما فيش اي حاجه شفتها الصراحه. كنت عايز برضه اتكلم على الولاعه اللي محطوطه تحت العداد. الولاعه دي على فكره يعني ما شاء الله يعني اوبشن تحفه. انا كانت عندي واقفه لما عرفت العيب، الكابل اللي موصل من تحت العداد في طرف محطوط مش مظبوط، ففكيت الجزء الشفاف وفكيت العداد، لقيت الكابل بس كده معوج سنه، فكيته وحطيته تاني اشتغلت. نحط عليها الشاحن بتاع الفوق بتاع تليفوني فبيشحن سريع. معايا كومبروسر عشان لو الفرده اتخرمت او حصل حاجه مش هقف بقى عند حد واقعد افكه وكده، يعني المنظر بيبقى بهدله. فبينجزك. يعني دي الاستخدامات بتاعته لحد النهارده. انا معرفش ليه استخدامات تانية ولا لا، يعني ما جربتش. في ناس بتحط امبيد لايت كده ممكن توصله منه برضو لو حابب. والسكوتر فيه مكان شحن يو اس بي في الدرج اللي على الشمال، معرفش انتوا عارفين الموضوع ولا لا. هو 5 فولت 1 ملي امبير، يعني بطيء لحد ما بس بيمشيك، يعني ما بيقولش لا. فبرضو ده اوبشن كويس مش موجود في سكوترات تانية. السكوتر ما شاء الله عليه كويس لحد دلوقتي، انا ما قابلتليش اي مشكله خالص 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 الحمد لله. لان هو انا مشواري في اليوم من 50 ل 60 كيلو، فما بزودش عن كده. فانا عامل لحد دلوقتي مثلا حوالي 7000 كيلو فمن شهر 12، فبالنسبه لي كويس. في ناس تانية عايزه تبريد ميه، عايزه حاجه اعلى، عايزه زونتس، عايزه كيوي كيت اقل، كل واحد واختياراته وفلوسه. الفيستا كويس، الاكسرود كويس، الكهرباء كويس. لو حضرتك هتعرف تشحنه هتعرف تجيب بطاريته 12000 و15000 والحاجات دي، فكل واحد واستخدامه. فمش عايزين بس نطلع بره موضوع صيانة ال5000 عشان بس ايه الدنيا ما تسرحش. فده اللي هتعمله في ال5000 كله. الزيت انا بغيره على 1000، ما بقلش عن كده، ولا 700 ولا 800 ولا الجو حر، بنزله على 1000 وبيطلع مظبوط ومش يعني عادي، اللي هو الاستخدام عادي. وانا شايفه كويس. بستخدم ريبسول فولي سنتاتيك اللي هو تخريقي بالكامل. والفتيس ما غيرتوش غير مره ساعه لما جبت السكوتر الجديد، ومره ساعه على ال 4500 ما غيرتوش تاني. يعني التغييرات الجايه دي احتمال اغيره واحتمال لا، لسه هنشوف الزوجه بتاعته. بس يعني ما شاء الله السكوتر كويس لحد دلوقتي. فربنا يسلم طريقكم. ونصيحة أخيرة، السكوتر بيجيب 113 114 120 150، ما توصلش نفسك للسرعة دي. زلطة أو طوبة هتخليك تتقلب، هيخليك يجي يمين معاك وشمال، مش هتلحق تفادي نفسك. حبة رملة هيخليه يعوم معاك ويحدف بيك. رملة ناعمة هيغرز معاك ويقع. فأنت في غنى عن الحاجات دي كلها، فاهم قصدي؟ وقعتك وقعت السكوتر وحشة، السرعة بتاعته وحشة، انت ماشي على عجلتين. البس خوذة لو هتقدر، مش قادر عشان نفسك او كده البس نضارة عشان عينك، الشبكية بتاعتك عينك غالية مفيش حاجة بتعوضها. ما تحاولش تعدي ال60. امشي على الجنب، ما تمشيش في النص وما تمشيش على الشمال. ركز وانت سايق، ما تمسكش الموبايل. حاجة أخيرة بس عشان برضو إيه يعني اكتشفتها كده بالصدفة، عشان يعني للأسف تليفوني وكذا حد شفته باظ بسببها. الهولدر بتاع الموبايل لو حضرتك حاطط عليه تليفون في الاستابيليتي بتاع التليفون ده بيبوظ، اللي هي منع الاهتزاز، فالكاميرا بتقعد تهتز كده مع الهولدر. فالموضوع مكلف. لو حضرتك بقى تليفونك ايفون او حاجة فلاج شيب وكده، فالموضوع مكلف فوق ما تتخيل. واولا واخيرا ربنا يسلم طريقكم ويحسن ختامنا جميعا. وارجوكم كده تدعوا لامي ووالدي برحمه ومغفره. ولو في اي حد برضو عنده استفسار عن السكوتر ده او اي سكوتر تاني اسالني. وحاجه اخيره، هو سكوتر يعني انت بتأدي بيه مشاويرك رايح جاي. لو حاجه رفاهيه خلاص ادفع المبلغ اللي انت عايزه. حاجة ارجنت يعني انت بتجيبها بتتعكس بيها، بتروح بيها شغل او بتيجي او بتقضي بيها مشاويرك بدل العربية، او معاك عربية ومصاريفها غالية عليك فبتقلل تكلفة، يبقى الكيوي اكس دي في احسن اختيار ليك.
بسبب الصناعه بتاعته والمتانه بتاعته، وان هو كربوراتير مش انجكشن، فمش هيكلفك مصاريف كتير. ان شاء الله لو هتشيل المجموعه كلها وتركب كوعه جديده بكربوراتير جديد، عمره ما هيكلفك التكلفه بتاعت الانجكشن والكمبيوتر والكنترول والحاجات اللي بنسمع عنها وبنشوفها. بس ومبروك للشراء، وربنا يوفقك للخير للي بيفكر يشتري، والسلام عليكم.